محتارين شو بتسوون شوربة لرمضان؟ الحل عندي. شوربة الرز بصدور الدجاج بيرفكت مع عصرة ليمون. واو، يا هلا وسهلا فيكم حبايب قلبي بوصفة جديدة، ولا تنسوا تصلوا على رسول الله. ومباشرة بنبدأ بمقادير الوصفة. أول شي نحتاجه البصل يلي راح نفرمه، وكمان صدر من الدجاج الكمية اللي تبغونها، راح نقطعه قطعة صغيرة، مو صغيرة، متوسطة شوي. وكمان أكيد الرز الأبيض العادي راح نغسله مرة كويس، والبصل اللي كنا فرمناه، وصدور الدجاج اللي قطعناها قطعة صغيرة. أهم شي القرفة لا تنسونها، والزيت والملح والفلفل الأسود. وأول شي راح نحط فوق القدر الزيت، وفوقه البصل المفروم، ونقليه مرة كويس لين يتغير لونه، يعني يصير كذا. وأكيد الملح مع البصل، ونضيف فوقهم أو فوقهم ولا فوقه، المهم فوقه الدجاج. ونقلي الدجاج لين يصير مستوي حوالي 50%، يعني يصير لونه زي كذا. وشوي فلفل أسود، يعني نص ملعقة صغيرة. ونضيف فوقهم موية حارة أو سخنة لحتى يستووا مرة كويس. وأهم شي أعواد القرفة، نحط عود واحد، ونضيف البقدونس. ولا تنسوا خلطوا ايه أكيد حتخلطوا، شو يعني. وأهم شي الرز نخليه فوق النار لين يستوي، لكن مو كثير. اليوم ما سولفت وياكم لأني شو زعلانة، شكلكم ما حبيتوني ولا حبيتوا وصفاتي. المهم شفتوا الطبق البني، شو الطبق البني؟ الطبق الوردي، مثل ما تقول اختي البينك، حطيلن في طبقي. اختي الصغيرة حطيلن الرز، هيك قالت لي وانا عملت مثل ما قالت هي. المهم انا زعلانة وما حسولف وياكم كثير، بس شوربة مرة رهيبة، لازم تجربونها، لازم اجباري، يعني اجبركم انا. المهم اذا حبيتوا وصفة اليوم لا تنسوا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، ايه هيك يقولوا، ما بعرف. المهم لحتى توصلكم كل وصفة جديدة، ولا تنسوا تدعموني، وبالعافية عليكم. ونسيت شغلة اني اقللكم زينوها بقدونس هيك، عشان مو عشان شي، بس برزنتيشن ومظهر وهيك. يلا مع السلامة.